وصفتي لليوم كرات الكباب مع الخضار بالصلصة الحمراء. وصفة كتير مرغوبة وسهلة وبسيطة وسريعة والطعم خرافي. إن شاء الله تعجبكم هالوصفة. تابعوني نشوف كيف طريقة التحضير. هلا بنحضر اللحمة. جبت نص غنم مع نص خلطتها بعجل. راح انزل عليها ببرش بصلة وثوم مهروس وبقدونس مع قرن فلفل اخضر حار. وهلا راح انزل عليها بالمطيبات، ملح وفلفل اسود مطحون وبهارات مشكلة. وبحب انا بوصفات اللحمة انزل بدبس الرمان. وهلا راح اخلطهم بايدي وهيك بعد ما انخلطوا هلا راح اشكلهم على شكل كرات. هلا لتحضير الخضار أنا ضفت باذنجان مقطع، بطاطا، بندورة، فلفل أخضر حلو حلو مع حار، وشرائح بصل. وبتقدروا تنزلوا كوسة وبازلاء بتطلع كتير طيبة، بس أنا خالصة من عندي. وراح أنزل عليها بالمطيبات، ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة وكركم، وراح أقلبهم مع بعض. وهلأ راح أصفت فوقها كرات الكباب. شايفين ما شاء الله لهلأ المنظر حكاية. وراح أنزل عليها بالصوص الأحمر. عصرت بندورة فريش وحطيت لها معلقة معجون البندورة وظرف مرقة الدجاج. وهلأ راح أحط عليها القصدير وأدخلها بفرن محمى قبل بوقت على 200 بالرف الوسط. تاخد تقريبا ساعة كاملة. وهيك بعد ما طلعت منهنهت نهنه ما شاء الله ما بحكي لكم، فعلا بتشهي. حبيت أقدم قدامها الرز المفلفل بالشعرية، وبتقدروا تاكلوها بالخبزة مثل ما انتو بتحبوا. حبايبي كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.